محبين قناة طريق فانز، مرحبا بكم. تحية طيبة، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة الخفيفة، واللي من خلالها غنناقشوا آخر العناوين العاجلة. أشرف حكيمي عن مواجهة ليونيل ميسي داخل الملعب: لا يوجد أصدقاء. هادشي كامل كتر غتشاهدوا معنا في هذا المقطع، ولكن قبل نصلي ونسلم على خير المرسلين محمد رسول الله، فضلا وليس أمرا بتكم تدعموا هذه القناة بالاشتراك، تفعلوا إعجاب، ويلا على بركة الله. علق المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان على مواجهة المنتظرة مع زميله السابق ليونيل ميسي نجم انتر ميامي في دور 16 بكأس العالم للأندية. وحسم باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تأهل انتر ميامي للمركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط. وقال حكيمي عن اللقاء المرتقب في تصريحات أبرزتها شبكة جلوفوتفال فيونس الفرنسية: سيكون من الجميل رؤية ميسي مجددا، لقد عشنا العديد من اللحظات الرائعة معا. لكن حكيمي شدد على أن المباراة لن تكون مجرد لقاء بين زملاء سابقين، موضحا: داخل الملعب لا يوجد أصدقاء، هو سيحاول الفوز ونحن سنحاول الفوز أيضا من جهتنا، سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل إلى الدور التالي. وشهدت العلاقة بين ميسي وناديه السابق باريس توترا واضحا، إذ سبق أن صرح لي قائلا: عشت هناك لمدة عامين ولم أستمتع بذلك، لم أكن سعيدا في حياتي اليومية سواء في التدريبات أو المباريات، وواجهت صعوبة كبيرة في التأقلم مع كل شيء. من جانبه سبق أن عبر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن استيائه من تصريحات البرغوث الأرجنتيني، معتبرا أن ميسي افتقر إلى الاحترام في انتقاده للنادي. إلى تابعتي معي المقطع النهاية بغيتكم تدعموا هذه القناة بالاشتراك، تفعلوا إعجاب، وإلى اللقاء أصدقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.